الغلطة اللي غلطها المؤلف بتاع مسلسل كارثة طبيعية واللي راحت عن باله تماما احنا هنقولها لكم ان شاء الله في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم هيثم كرو السينمائي. صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعة وليس امرا، ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفاعلوا معانا. وعلى فكرة اليوتيوب بيقول ان الاشتراك في القناة مجانا، مش هيكلفك اي شيء الاشتراك. مسلسل كارثة طبيعية يا جماعة طبعا بطولة محمد سلام. احنا بنحلل الحلقة الخامسة والسادسة عشان هو بيتذاع على منصات شاهد الآن. مسلسل كاس الطبيعي طبعا هم ولدوا 7 توائم، وبطولة كمال أبو ريا، والممثلة اللي اسمها جهاد حسام الدين طلع زوجته وجه جديد. هي طبعا ولدوا 7 توائم وكانوا 5 توائم، سبحان الله بقى سربرايز وفجأة بقوا 7 توائم بدل 5 عشان خاطر السونار كان مستخبين يا عيني 2 في ظهر السونار أو في قعر السونار. ما علينا مفيش مشكلة. وطبعا هم بيعانوا من أزمة مادية وبيلفوا في المستشفيات على لبن مدعم وبامبرز ولبن طبعا مدعم عشان دول 7 اولاد ويوفروا ثمن اللبن الغالي، فبيجيبوا لبن مدعم يعني من المستشفيات الحكوميه وتتوالى الاحداث. حلوه قوي. الغلطه يا استاذ احمد عاطف اللي ما جاتش في بالك تماما انت اصلا المفروض كنت تعملها، ان هم طبيعي الدوله هتلحقهم وهيتكرموا من الدوله، لان هم 7 اولاد وده حدث جلل، مش دي كارثه طبيعيه، يبقى الموضوع يبقى لوجيك وده حدث جلل. بلس كمان ان هم هيتصوروا مع وزير الصحة وهيروحوا افضل مستشفيات حكومية في مصر، ويتم الاهتمام والاعتناء بيهم على الوجه الاول كما يرام. وده لم يحدث تماما يا استاذ احمد عاطف. دي ما جاتش في بالك ازاي؟ انا مش عارف. يعني ده دول هيتشالوا على كفوف الراحه، هيتشالوا على كفوف الراحه، مش هيعانوا من ازمه ماديه. عشان حاجه جايب لي ان هم يعني بيركبوا الميكروباصات وبتاع ب7 توائم وبيوفر عشان ما يركبش تاكسي وابنه وابنه ينسوه في الميكروباص عشان يعني يوفروا الفلوس وما يركبوش تاكسيات ويوفروا يعني عشان الماديات اللي عندهم. لا، مين قال كده؟ كانت الدولة هتتكفل بيهم اصلا. دي راحت عن بالك تماما. الخطأ التاني برضو في الحلقة الخامسة، يعني الاقي الجيران بيخبطوا عليهم الساعة 3 الفجر. لا، ده ما خبطوش عليهم، ده لقوا الجيران في قلب الشقة بيخبط عليه في أوضة نومه وهو في قلب الشقة. طلعوا ان هم اصحاب العقار. صاحب البيت بيخبط عليه بيقول احنا عايزين نجدد الايجار، والايجار لازم نغليه عشان الظروف والحياة والعيشة والكلام ده كله. فمحمد سلام بيقول له بيرد بقى عليه بيقول له طب انت ازاي دخلت الشقة؟ فالكاتب بقى عايز يقنعني بقى الاستاذ احمد عاطف. فراح الرد الفصيح يقول له ايه، انت ناسي يا استاذ محمد ان احنا اصحاب اصلا الشقه، واحنا اصحاب العقار نفسه، اصحاب البيت كله، ونقدر نخش في اي وقت. لا والله العظيم يا راجل بجد. ما الطبيعي ان انا باجر من المالك، انا مستاجر، بروح على طول بغير الكالون وبقفل البيبان وبظبط الدنيا عشان انا لسه داخل جديد المكان. ما احترمتنيش تماما يا استاذ احمد في هذه المشهد.